السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كيفكم يا صبايا؟ اشتقت لكم كتير. اليوم بلشت الفيديو معكم، رح نعمل كيكة الجيلي والشمانات. طبعا انا رح اعملها كمية صغيرة، ورح اعمل كمان كيكة بعديها. هلا هاي كيكة الشمانات الباردة كتير مكوناتها سهلة، يعني في ناس بتضيف لها كتير اشياء. انا صراحة ما بحط الا شمانات ومعلقتين سكر ومعلقة بودنج، وبخفقهم مع بعض، وهيك بتكون جاهزة الخليط، وشوية فانيلا. طبعا هي الكمية بتقدر تضعفيها مثلا 4 علب إذا كان البايركس كبير. هلا أنا عاملاه بايركس صغير، يعني علبتين الشمانات مناسبين جدا للبايركس أو الصحن اللي أنا بدي أعمل فيه. هلا طبعا بتخلطوهم كتير منيح ليتجانسوا مع بعض ويدوب السكر ويصير معنا المكون كريمي. هلا رح نحط بعديها نصفة البسكوت ونحط طبقة الشمانات. طبعا قد ما بطلع معكم طبقات، أنا عملت بس طبقة بسكوت، طبقة كريمة خميلة، والتانية رح تكون رفيعة لأني رح أحط عليها دايركت الجيلي، فيعني رح تكون طبقة كريمة وجيلي مع بعض. هي كتير بسيطة وسهلة، يعني شوفوا مكوناتها مش محرزة، يعني موجودة في كل بيت. يعني أي حدا شاري شمانة للسحور مثلا مش حابين يستخدموه أو شايفين السحور صراحة مش عمالي بعمل لأنهم بيتعشوا وبيناموا في مدارس، بطلوا قابلين أسحرهم الولاد. فأول يومين بتسحروا، بعدين بصيروا يتعشوا ويناموا لأنه عندهم مدارس، وكمان بنفيق على الفجر فبصفي نومنا كتير متقطع وهيك. فلو أمت وصحيتهم بس بيشربوا مي أو بيشربوا حليب هيك إشي. هلا هون حطيت كمان طبقة بسكوت، رح أحط طبقة رقيقة كتير من الشمانة اللي ضلت، بعدين رح أحطها بالفريزر شوي لتتماسك. بعدين رح أعمل طبقة الجيلي بس تكون يعني جمدت شوي عشان ما ينخلط الشمانات بالجيلي، بصير لونه مش حلو. رح احطه بالفريزر وابلش معكم بإشي تاني. صراحة رمضان هذا ما شاء الله يعني مش عمالنا بنجوع بنعطش لأنه بقدم بدري والأجواء شتوية، بس سبحان الله كمان الصيف له أجواءه. يعني بكفي إنه يكونوا الولاد معطلين، ما في فئة على المدرسة وهيك، فبكون يعني أريح. بس خلص سبحان الله، يعني هاد الوقت من السنة رح نتحمل بوقت المدرسة، ونتحمل العطش والجوع بالصيف، ونتحمل بالصيف بنتحمل الجوع والعطش. أما بالشتاء رح نتحمل بس الجو البارد والمدارس. فعلى الحالتين لازم يكون عنا صبر، والحمد لله على كل حال. هون بلشت معكم أقطع في طبخة الصيني. الصيني طبعا عملته كذا مرة معكم على القناة. أولادي وزوجي كتير بحبوه، في اللي كمان بنت حما كتير كتير بتحبه. يعني إذا بتقولي لها مثلا خروف محشي أو صيني، فهي بتقولك لأ صيني. فأنا قلت لها تعي افطري معنا اليوم، فهي الطبخة عشانها صراحة. هلا رح نقطع فلفل حلو ملون، شو ما بتحبي ألوان حطي. أنا المتوفرين عندي أحمر وأصفر، رح نحط أخضر شوي بحرق. بالنسبة للجزر أنا بكتر كمية الجزر زي كيف الصيني، وبعدين رح أحط معهم ذرة وأخليهم. طبعا أنا بجهز بدري، يعني أنا بجهزه مثلا من بعد الظهر أو بين الظهر والعصر، وبترك الإشي على الغاز لوقت الفطور عشان ما انضغط بالوقت. لأنه الصراحة يعني بنقول إنه نهار قصير، بنقول إنه لا في وقت، لا في كذا. ما بحس إلا أجت صلاة العصر، ما بحس إلا أجت صلاة المغرب، فما في وقت. يعني يا دوبك بين الصلاة والصلاة تخلصي أمورك، تقرأي ورد القرآن اللي عليكي، فيا دوبك ما في وقت والله. فأنا بحب يكون كل إشي جاهز، حتى لو كانت هاي الطبخة سهلة وبسيطة كنت مجهزاها. يعني عملت أول إشي جيلي وشمانات، بعدين عملت قطعت الخضرة وتركتها، بعدين رح أروح أخلط معاكم كيكة شوكولاتة كمان عشانها. أنا عملت عشان بنت حماي وولادي وجوزي كمان كتير بحبوها، فعملت كيكة شوكولاتة عادية بس حطيت عليها صوص. رح أورجيكم شو مكوناته. خبروني عنكم كيف شايفين الصيام، إن شاء الله يكون خفيف وسهل على الجميع، وإن شاء الله تكون أيامكم حلوة يا رب. وسبحان الله يعني رمضان خفيف جدا جدا، يعني سبحان الله صرنا برابع يوم. يعني ما بنلحق نبلش في رمضان إلا إحنا مخلصين، فلازم نستغل كل وقت وكل فرصة للعبادة، لأنه نستغل مثلا نفطر عنا حدا. دايما خلينا متسامحين، دايما خلينا رايقين. على فكرة بالأيام العادية أنا عصبية،
بس سبحان الله برمضان هيك رب العالمين بنزل الهدوء والسكينة على البني آدم. هلأ أنا هون حطيت ذرة، هاي الذرة المفرزة، وهون وريتكم كيف خلص صارت جاهزة. رح أشيلها أحطها على الغاز. هون رح أعمل الجلي. الجلي عبارة عن باكيت هو جاهز فوري، بنحط كوب و3/4 مي، وبعدين بنفضي كل مكونات الجلي ونخلطه شوي على الغاز. بنفع تحطي مي مغلية وجاهزة وما ترفعيه على الغاز، بس أنا حاطة هون مي سخنة بس غليته شوي هيك يعني ليدوب المكونات كتير منيح. وهون رح أديره. يعني سبحان الله أجوا المكونات على القد بالضبط، من الشمانات للبسكوت للجيلي أجوا على قد البايركس، وكان مليان ومرتب. شايفين اللي حطيته بالفريزر عشان ما ياخد الجيلي اللون الأبيض تبع الشمانات. هيك بيكونوا كل واحد له طبقة معزولة لحال. طبعا في طرق تانية، يعني في ناس بتحط فيه كريمة، في ناس بتحط فيه قشطة، في ناس بتحط لبن. يعني أنا ما بحط ولا إشي، بس شمانة وسكر ومعلقة بودنج. هاي هون رح نبدأ بالكيكة التانية اللي هي كيكة الشوكولاتة. هي كيكة عادية سهلة وسريعة، بتقدر تخفقيها بالخفاق اليدوي أو الكهربائي. عبارة عن 4 حبات بيض، كتير سهلة يعني أنا عملتها كتير معكم، وخفيفة كمان يعني بعد الإفطار وهيك، يعني إشي ما في قطر. بنحط عليهم معلقة فانيلا كبيرة، 4 حبات بيض ومعلقة فانيلا كبيرة. رح نخفقهم بالخفاقة اليدوية. بعدين رح نضيف عليهم كوب، في ناس بتحب تحط كوب سكر، في ناس كوب إلا ربع عشان ما يكون كتير حلو. هلأ بعد ما نخلطهم كتير كتير منيح رح نضيف السكر. بعدين رح نضيف الزيت، برضو بالزيت بتكون كوب إلا ربع أو كوب مليان، برضو ما رح يأثر، كمان بيطلع كتير خفيف الكيك وزاكي. هلأ بالنسبة للروتينات، القناة طبعا أكيد هي عبارة عن روتينات وفلوجات وأكلات، بس الصراحة برمضان يعني بفضل إني أصور لكم أكلات وهيك أشياء وحلويات أكتر من روتين البيت. فممكن شوي لقدام يعني هيك بعد ال10 أيام ممكن إننا نعمل روتينات تنظيف وإشي. أنا بشتغل الصبح بدري أو بالليل قبل ما أنام عشان يكون كل شي تمام. فأغلب وقتي بالمطبخ بعمل لكم حلو وأكل وهيك، وكل إشي بكون حوالي نظيف ومرتب. فعمالي كل فيديوهاتي هلأ بتكون عبارة عن حلو وأكل أكتر من روتينات التنظيف. المهم بعد ما حطينا كاسة السكر وكاسة الزيت رح نحط كاستين حليب، كاستين طحين. هلأ بين الكاسة الطحين والتانية رح نحط كاسة الحليب عشان ما يصير الخليط جامد. شايفين حطيت أول إشي كوب طحين، بعدين حليب، بعدين كمان كوب طحين. آخر إشي بصفوا عنا المكونات الرئيسيين مثل البيكنج باودر ومعلقتين ل3 كاكاو حسب الرغبة. يعني الكاكاو انت بتتحكمي في الكمية تبعته، بس البيكنج باودر هي معلقة بس. مثل ما قلت لكم الكاكاو كل واحدة كيف هي بتحب اللون أو الطعم. أنا حطيت معلقتين كبار هون. رح نخلطهم كتير كتير منيح. بعدين رح نضيفه بالصينية، رح يدخل على الفرن من 30 ل40 دقيقة حسب الفرن اللي عندك وحسب يعني خمل الكيكة أو سمكها استوت بسرعة أو لا. يعني من بعد النص ساعة بتقدر تفحصيه بشوكة أو سكينة وتشوفي إذا مستوي أو لا. شايفين لونها على فكرة كتير نوعية الكاكاو اللي جبتها هاي المرة لونه مش غامق وفاتح، بس لونه كتير حلو. بالعادة أنا بحب الغامق بس كتير حبيت هذا النوع. يعني هون خلطناها، رح نحطها هلا بالصينية. هلا لو خلطتيها بالخفاق اليدوي برضو بتزبط، بس يعني هي أسرع بس مش أكتر. هون فضينا كل المحتوى الكيكة جوا الصينية، ورح تدخل الفرن ونكمل أكلتنا. هلأ إذا في حدا فيكم اليوم رح يحضر الفيديو خبروني شو رح تطبخوا بكرة. هلأ هون حضرت مي، حطيت فيها شوية زيت وملح. رح نحط معكرونة حبة صغيرة صغيرة ببيونات صغار، رح نعمل فيهم سلطة المعكرونة بالمايونيز. رح نسلقها، ما رح تاخد وقت كتير لأنها الحبة المعكرونة كتير صغيرة. يعني أنا ما توقعت إنه يكون حجمها هالقد صغير، ما بعرف كيف شريتها. هي الصراحة بتنفع ممكن للشوربة، بس حلوة طلعت بالسلطة. هون رح نقطع فلفل حلو ملون، رح أقطعه صغير لأنها المعكرونة صغيرة. بالعادة بقدر أكبر شوي، بس لأنها المعكرونة كتير صغيرة فرح أعمل السلطة صغيرة. رح نضيف لها مخلل خيار برضه رح نفرمه ناعم،
وراح أضيف لها ذرة مفرزة أو معلبة مش شرط. طبعا في ناس بتحط زيتون، في ناس بتحط، كل حدا إيش بحب مكون خضرة بنحط، لأنها هي عبارة عن سلطة. في ناس بتحط مشروم، يعني هاد إشي اختياري. هلأ بنفع نعملها نوعين من الدريسنج أو الصوص، واحد منهم يكون مع شوية خل معلقة وزيت زيتون وملح وليمون، والصوص التاني هو عبارة عن مايونيز. أنا يعني اليوم عاملاها مع مايونيز. طبعا كمية المخلل اللي أنا حطاها كتير كبيرة، بس إحنا بنحبها مع مخلل كتير، بيعطي نكهة زاكية للمعكرونة بما إنها هي طعمها عادي، فالمخلل بيعطيها حموضة حلوة. فرح أقطعهم برضو كتير كتير صغير، وبس بصفي عندي الذرة وبس تنسلق المعكرونة رح نغسلها بمي باردة ونضيفها نحط عليها الذرة ونضيفها ونخلطهم بالمايونيز. بتقدروا تضيفوا، أنا حطيت معلقتين لبن بيعطي قوام حلو لسلطة المايونيز، بتبطل تصير تقيلة وتقيلة على المعدة وهيك. طبعا تعودتوا علي إني بعمل كل إشي ورا بعض، صدقوني في رمضان عن جد مثل ما انتم شايفين بالفيديو هو ورا بعض. يعني بديت في الحلو وعملتهم التنين ورا بعض، دخلتهم التلاجة، رحت صليت العصر، رجعت بلشت في السلطة. بعدين رح أعمل يعني طبخة الصيني رح تجهز وعادي بتسخن تحتها كأنك هلا عاملاها، بس رح أخلي الرز لميعاد الأذان، عشان بتعرفوا الرز زكاوته يعني للعزومة أو للأكل يكون نفس الوقت. هاي هون حطيت غسلت المعكرونة، حطيت عليها الذرة وضفتها للخضرة، رح نقلبهم مع مايونيز. هون رح اقلبهم مع بعض، مع اني غسلتها بمي باردة بس لساتها بتعطي بخار سخن، يمكن من الجو. كتير زاكية، جربوها. هون حسيت انه كمية الفلفل قليلة، ما فيها الوان، رجعت ضفت كمان فلفل ملون عشان يصير فيها الوان وتصير مفيدة اكتر وصحية. سبحان الله كلها صحية، بس لما نضيف المايونيز بتبطل صحية. بس هو عادي يعني السلطة إجمالا إحنا بناكل منها كمية بسيطة مش كمية كبيرة. هلأ بهذا اليوم عملت شوربة شعرية بس ما صورتها، لأنه قلت لكم الشوربات يعني جدا سهلة وبسيطة، فما صورتها. بس صورت المعكرونة والصيني والكيكة الجيلي والكيكة الكاكاو. راح نضيفهم، زدت كمان مكونات لأن حسيتهم قليلين. هون حطيت معلقتين اللبن تقريبا، وبعدين رح نحط مايونيز ونخلطها كتير كتير منيح واتركها على جنب او نحطها بالتلاجة. هو الجو بارد اجمالا يعني ما في داعي للتلاجة، بس اللي بيحب بقدر يحفظها بالتلاجة واي وقت يطول منها. مثل ما قلت لكم اكتبوا لي بالتعليقات بكرة شو عاملين. هي هيك صارت السلطة عندي جاهزة، وكمان هون الكيكة خلصت وطلعت من الفرن. هيك عمالي بشيك على كل اشي. هون شغلت الخضرة تستوي، رح احط عليها يعني مقدار كوب شاي مي عشان هيك تستوي على البخار تبعه. بعدين رح ابلش في صدور الدجاج، رح احط زيت ذرة ونحط عليهم صدور الدجاج، ورح احط بصلة مشرحة رفيع. بعدين ان شاء الله رح اضيف لهم معلقة تومة مبروشة وزنجبيل مطحون وملح، وبنخليهم ليستووا كل واحد لحال. طبعا بعد ما يعني تقريبا هيك الخضرة تتدبل والدجاج تقريبا ياخد نص استوى، رح نضيف مقدار الصويا اللي عنا، رح نحط نصها على الخضرة ونصها على التاني على الدجاج. رح نقلبهم كتير منيح ليستوي الصدور. طبعا هي طبخة سريعة يعني ما بتاخد، يعني بالأيام العادية بدك تطبخيها مش رح تاخد منك نص ساعة، وكمان بنفس الوقت صحية ومفيدة، وأنا كتير عندي بالبيت بطلبوها وبحبوها. هاي أنا هون حطيت لكم معلقة ملح على صدور الدجاج، ومثل ما قلت لكم رح نحط معلقة برش تومة وزنجبيل ورشة حبهان صغيرة. هيك بتصير عنا البهارات تاعت الصيني جاهزة. بتقدر تحط إذا عندك زنجبيل طازة بتقدر تبرشيه مع التومة بدل البودرة. طبعا أنا أغلب الوقت بستخدم ناشف لأنه هو اللي بكون عندي، مش دايما بجيب الزنجبيل الأخضر.
فهي هيك مثل ما ورجيتكم طنجرة الخضرة لحال. بس يصير هيك لون الدجاج أبيض معنا، رح نحط الصويا على التنين يغلوا شوي كل واحد لحال، بعدين بنضيفهم على بعض. طبعا في ناس بتستخدم كذا نوع صويا كمان زاكي، يعني أنا إذا بتوفر عندي بحط. وفي صبية قالت لي إنها بتحط تشيلي وترياكي بالإضافة للصويا هاي تبعت الخضرة. فأنا صراحة ما جربت، يوما ما هيك بجرب وبحكي لكم شو رأيي. بس صراحة يعني دنيا رمضان ما حبيت أعمل تجارب جديدة وولادي ما يحبوا، فقلت خليني على الإشي اللي هم متعودين عليه. هيك تقريبا يعني خلص بعد ما نخلطها تقريبا هي مستوية وجاهزة. بخليهم هيك يغلوا شوي على السريع مع بعض، وبعديها بطفي تحته وهو هيك جاهز. بس بصفي علينا الرز. هلا هون رح نعمل الصويا الخصوصي للكيكة. رح نغلف فيها الكيكة من فوق. رح نحط 250 جرام من الكريمة السائلة. رح نحط عليهم 100 جرام شوكولاتة دارك. بتقدر تحط شوكولاتة بحليب، شوكولاتة بيضة، يعني اشي برجع إلك. بس أنا بفضل تكون شوكولاتة دارك، لأنه بعد ما نحط عليها الكريمة كأنها بتصير شوكولاتة بحليب. هون بنضلنا نحرك في الكريمة عبين ما تتجانس مع الشوكولاتة، وبنفردها على وجه الكيكة. وطبعا أنا رح أزينها بكريمة سائلة أو شوكولاتة بيضة بتعملي فيهم حزوز مثل ما انت بدك. بتقدر تحطي كريمة، بتقدر تحطي جوز هند، بتقدر تحطي جوز مكسرات، يعني اختياري تزيينها. فأنا هيك طلع معي اليوم. هين رح أتركها الشوكولاتة هيك سخنة كتير، هلأ رح أتركها لتبرد. بعدين بس تبرد شوي رح أحط عليها الكريمة. هون رح أعمل حزوز، بعدين بالسكين رح أخدهم من أولهم لآخرهم عشان يتغير الرسمة. بعديها إن شاء الله ما بضل علينا إلا نفلفل الرز، وبكون يعني كل الطبخة جاهزة عندي، والحلويات لهذا اليوم جاهزين ونكون خلصنا. طبعا هون عملت غلط، المفروض كان أخد واحد بالطول من هون واحد بالعرض، بس إنه يعني شكلها طلع لطيف وحلو. هون رح نقلب البازيلا مع زيت ذرة، نقليها منيح منيح. بعدين رح نحط عليها الرز، وما بضيف له إلا ملح وشوية كركم. ما بحب يغير لونه، بحب يكون هيك عبياض فاتح. رح نقلبهم كتير منيح ونحط عليهم المي المغلية ونستناه ليستوي. وبهيك بكون انتهى فيديو لليوم. بتمنى يكون أعجبكم وحبيتوه، وما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. وإلى اللقاء بفيديو جديد، ومع السلامة.